السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور الزمالك في كل ربوع الوطن العربي، مساءكم الله بالخير. الزمالك خسر مباراته الأخيرة أمام وادي دجلة في الدوري المصري وسط أداء لم يرضي الجماهير إطلاقا. فريق الزمالك بدأ اللقاء بحماس، لكن سرعان ما ظهرت ثغرات في خط الوسط والدفاع ليستغل وادي دجلة ويسجل أهدافا قلبت النتيجة رأسا على عقب. جماهير الزمالك عبرت عن غضبها، خاصة وأنها كانت تنتظر من اللاعبين تقديم مستوى يليق باسم وتاريخ نادي الزمالك. البعض يرى أن الجهاز الفني يتحمل المسؤولية بسبب اختياراته التكتيكية، فيما يرى آخرون أن المشكلة أكبر وتحتاج لتغييرات جذرية. يبقى الزمالك كما عودنا وكما هو معروف لدى جمهوره في كل ربوع الوطن العربي، الزمالك فريق كبير وغادرا على العودة، ولكن الأمر لن يأتي بسهولة. الأمر يتطلب عملا جادا وإعادة بناء الثقة بين اللاعبين والجماهير. ما رأيكم أنتم جمهور الزمالك؟ هل المشكلة في الإدارة الفنية أم في اللاعبين؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. وهل هذه الخسارة يستحقها ناد كبير مثل الزمالك الذي له صولات وجولات في القارة السمراء، والذي فاز ب5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، وفاز بكأس الكونفدرالية أكثر من مرة، وفاز بالسوبر، وله بطولات قارية وعلى مستوى أفريقيا؟ ما يمر به الزمالك شيء غير مطمئن، فعلى إدارة الزمالك تدارك الموقف، وإلا فات الأوان. إن شاء الله الزمالك قادر على العودة. نتمنى من جمهور الزمالك يشاركنا في التعليقات والاشتراك في القناة ويدعمنا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.